أصدقائي أحبائي في الله، نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب وجمعة مباركة عليكم النهاردة جميعا. النهاردة الدش بتاع الحمام، فأنا عشان أقي الحمام من الحشرات والدبانة بتاعت الحمام والحشرات والهكلان والكلام ده كله وسوس الريش وكل ده، فبحط اكسموسرين 5% بشري. بحط اهو غطا على ربع جردل وأقلبه كويس اهو، وهضيف كمان علشة مية تاني كده. واتفرجوا على الحمام اول ما الميه تتحط له. بصوا مش بس مش بيتفرج على الميه ازاي. اول واحد هينط مش بصوا عزة جاي تجري على الميه. فضيت ربع الجردل كله يا جدعان اهو. بص الحمام مش مستغرب الميه، بس عزة بتلف حوالين الميه اهو، بس مش جاي بيجري من بعيد. وبندق الحمام كله هينزل دلوقتي يا جدعان. الحمام ما هيصدق في الولعه اللي احنا فيها دي بصراحه. بعد ما الحمام ياخد الدش بتاعه ويروق على حاله، ابدا بقى اقشط وانضف واغير الميه والمسائي وظبط الدنيا دي كلها ايه النهارده. بصوا الحمام ما يرتب على حاله شيل الكركر ده كده. بص الحمام تحس ان الحمام معلق مني. ايه يا جدعان، ايه ده؟ انا بحطلكوا كلفه وباكلكوا، لا انتوا الخير والبركه اهو. والعبسي سنتها طلعت تجري من جوه. جو حر، درجة الحرارة النهاردة 37 38، يعني ما فيش بعد كده النار تاني بصراحة. فالحمام ما بيصدق اول ما تحط له ميه، كله حتى الزغلول اللي في العيب. بصوا شايف الحمام فهو عايز ينزل الحمام. الزغلول ده يعني يوم كمان المفروض خلاص، هو المفروض هو اتفطم، الشعر الاصفر طام عليه وريش جناحه كمل فنش برضه اهو. ده وش الحمام، وفايد الاكسموسرين 5% عشان خاطر سوس الريش. وده بشري يا جدعان، يعني بيجيب من اي صيدلية ب9 جنيه الازازة اهي. مش عارف انتوا شايفين الصورة واضحة ولا لأ، بس وضحت اهي. مش هيضر الحمام حتى لو الحمام شرب من المية، يعني مش هيضر. سيب الحمام ينتعش كده ساعة ولا حاجة، نكون نضفنا المسائي. نلم المسائي دي كلها، المسقة دي، المسقة اللي فوق، والمسقة دي، واللي عند الشقلباز جوه. ونغير برضو في المية اللي في الايدين، ناخدها نغسلها ونروق على المسائي وعلى الدنيا دي. في بس الزغلولين واقفين فين؟ الزغلولين التانيين البلدي واقفين فوق لوحديهم. كل ده هينزل، بس هو مستنيني اطلع بره، هو مش واخدين راحتهم اوي. بس الحمام نايم على جنب. سيبهم كده نص ساعة ولا حاجة، يكونوا خدوا راحتهم وخدوا الدش بتاعهم. فالحمام ده كله حتى لو تحتيه حصو عادي، يعني احنا في جو ولع مش هيضر ولا يأثر في حاجة. كده الحصواية في الجو الولع ده اصلا المفروض يعني نرطب عليها. الأهالي هتاخد الدش بتاعها
ولو راحت قعدت على الحصوة عادي برضو، كان مش هجرى لها حاجة في الولعة اللي احنا فيها دي. لكن في الشتاء ما ينفعش نعمل الكلام ده غير فين يعني ما يكون جو مشمس ولا حاجة. ويا رب اكون فدتكم بيه بالفيديو بتاعه. لو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا مع اخوكم وتدوسوا لايك.